يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم على الصبح. انا قاعده ولا بيا ولا عليا وكوبايه النسكافيه في ايديا، وفجأة لقيت التليفون بيرن عليا. دي مين؟ دي اختي يا عينيا. بتقولي يلا بينا ننزل العمرية. قلت لها لا يا عينيا، قلت ده لها انا ورايا خلاص بيت وما عايزاني انزل مسؤولية. معاكي، استني اخلص اللي عليا. قالت لي لا طبعا ما ينفعش يا عينيا. يهديكي يرضيكي يا بنت الناس، وكلمة من هنا وكلمة من هنا. مشيت اللي في دماغها طبعا، ما عشان هي اختي الكبيرة. واخدتني ولبست وخدت بعضي ونزلت، وسبت الدنيا تضرب تقلب، واللي يضرب يقلب، واللي تحت فوق واللي فوق واللي تحت. قلت يلا ما بدهاش بقى، اصلك اختي زنانة ما بتصدق تحط حاجة في دماغها وخلاص، يبقى لازم تمشيها عليا. فاخدت بعضي ونزلت يا عينيا. بس ودي كل القصة يا عينيا. فهمتي يا اختي انتي وهي؟ حبايب قلب زوز عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في خير يا رب، ويا رب دايما تكونوا في احسن حال. قبل ما هنبدأ الفيديو بتاعنا هنصلي على الرسول ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بجد انتوا وحشتوني قوي 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 قوي، وحشتوني. يا رب الفيديو يكون بداية الفيديو عجبتكم. حبيت كده على فكرة، هو ده اللي حصل بالظبط ما بيني وما بين اختي. حبيت ان انا اقدمه لكم بجد تبقى بطريقة حلوة. ويا رب يكون الفيديو بدايته عجبتكم، ولو عجبكم قولولي. عندي افكار كتيرة وحاجات كتيرة هقدمها لكم وان شاء الله بجد هتعجبكم. وهو ده على فكرة اللي حصل بالظبط يعني. كنت انا بقى على فكرة خلاص. هتقولي لي يا زوزة انت اول ما قمتي من النوم ما روقتيش ليه البيت؟ على فكرة يعني دوبك قمت وصليت وقريت في المصحف شوية وفطرت الاولاد وكنت نشرت الغسيل، فكان الظهر اذن. كنت صليت الظهر، بعد كده رحت بقى اعمل لي كوبايه النسكافيه عشان خاطر اشربها. لقيت اختي بترن عليا، وانا قلت لها مش فاضيه يا عينيا. بس هي فضلت تزن عليا. قلت لها استني اخلص اللي عليا، ما رضيتش ابدا يا عينيا. يا رب يكون الفيديو عجبكم يا حبايب قلبي. المهم فضلت بقى، انا كنت ساعتها بشرب النسكافيه. رديت على اختي وقلت لها طب اصبري ايه هشرب النسكافيه، وكنت بحضر الكلمات لابني عشان خاطر يكتبهم يعني وكده يعني محضره له الكلمات بتاعه الدرس بتاعته. طبعا هنا بقى كنت ناديت عليه عشان خاطر بقى اسمع له الكلمات قبل ما انزل. لوكا طريقته مضحكه جدا وطريقته حلوه، بيخليني ان انا كل ما اجي اكلمه في حاجه افضل اضحك. فزي ما انتوا شايفين كده ايه، انا بكلمه وعمال اضحك. قولوا لي بقى صح، ايه رايكم في النضاره اللي انا لابساها دي؟ انا كده معايا نضارتين، واحده مدوره وواحده مستطيله. عايزاكم تقولوا لي ايه الانية، ايه الانيو الاحلى عليا. والنبي انا ما عارفه بقول ايه يا عينيا، بس ايه، عدوا الفيديو ده كده وخلاص. وخليه يكمل على خير. انا كده بشرب النسكافيه وهحضر الكراسه وهقوم البس على طول. ما بينكم بقى بصوا، ما صدقت ما بيني وما بينكم كده قلت ايه عشان خاطر اتمشى، وفي الاخر قعدت ادعي على اختي دعاء. كانت هي زهقانه ومخنوقه، قالت لي تعالوا نتمشى شويه عشان خاطر نتمشى دي. رحنا لحد العمريه وجينا مش عايزه تتمشى، فرحت اتمشيت بقى معاها وخلاص. اتفرجوا على الفيديو وهيعجبكم. شايفين المنظر عامل ازاي؟ لسه لا روقت سراير ولا عملت اي حاجه. بس تعالوا بقى نقفل الشبابيك عشان احنا كنا فاتحينها كده عشان خاطر ايه، الشمس تدخل. على فكره انا ما بيهمنيش مهما بيكون الجو ساقع وتلج، لازم افتح الشبابيك بتاعتي وهوي الدنيا. انا لبست عامه كده اهوت خلاص. ماشي يا شوكولاته. قلاطه زعلان مني قلاطه عشان ما خدتوش معايا. بص شايفين الغسيل، شايفين الدنيا عامله ازاي. ادي عليكي بايه بس يا حنين. يلا الواحد ينزل بقى يتمشى شويه يفك عن نفسه، ونسيب الدنيا بقى كده ما فيهاش حاجه يعني. لو سيبنا الدنيا كده يعني يوم كده اهو يوم. شايفين المنظر؟ بقفل الشبابيك ليه؟ ما انا ممكن اسيب الدنيا تتهوى قبل ما اروح واجي، ما اضمنش بصراحه، ممكن الجو يقلب ترابه وعفاره تدخلي، فانا ما اضمنش الظروف بتاعتي تبقى عامله ازاي. يلا بينا بره ونشوف. عايزه كمان البس شوز في رجلي كده يكون خفيف عشان اقدر اروح واجي بيه. طبعا عندي بقى كل حاجه مرميه في الارض. بصوا مش عارفه كنت عايزه اقول لكم ايه، انا عايزه اخد رايكم بس في حاجه. بس يا بنات عايزه اخد رايكم في حاجه. بصوا ركزوا معايا قوي يعني، ركزوا معايا كويس قوي. شايفين النضاره دي جايه كده مستطيل كده اهو. فعايزاكم تقولوا لي انيو الاحلى في زوزه، يعني ايه الاحلى في زوزه عشان زوزه تلبسه. على فكره في طقم بيليق معايا النضاره دي، وفي طقم بيليق معايا نضاره تانية. فعايزاكم تقولوا لي انيو الاحلى برضو فيا. بصوا ركزوا معايا في النضاره دي. بصوا النبي عسل يا بنتي يا زوزه. بص والنضاره التانية. بص انا مسافه مقلع النضاره ما اشوفش اي حاجه والله العظيم. يعني انا مش شايفه ملامح وشي برضو هنا.
بصوا والنضاره التانية اهي. انهي بقى الاحلى في زوزة، دي ولا التانية؟ بس ثواني بقى، هي عايزه تتمسح عشان اعرف ايه، اشوف نفسي كده. حلو، امسحها كويس عشان ايه، كنت لسه لابساها امبارح بالليل وجيت قلعتها على طول ولبست التانية. ايوه كده، ايوه كده. انهي الاحلى بقى؟ عايزاكم انتوا تقولوا لي رايكم ايه. انا احنا ماما احنا انا عندي اخواتي، اختي حنان بتقولي دي، اختي الكبيره التانية بتقولي النضاره دي. انا بقى بقول يعني انا مش هقول لكم انا بقول ايه. جوزي وشهد واختي الكبيره بيقولوا دي، حنان بتقولي اللي انا لابساها. فانا عايزه اخد رايكم انتوا كمان، دي ولا الصفرة؟ دي السودة ودي الصفرة، فانتوا تقولوا المدورة اللي هي السودة ولا الصفرة المستطيلة. حنان بترن عليا، دي هتاكلني حنان. لا ننزل بسرعة، انا هقلع دي بصراحة عشان دي مش مرتاحة لها. لسه عاملة على عيني عشان انا من الصبح لابسة دي، فدي اللي عيني خدت عليها دلوقتي. وعيني برضو واخدة على التانية، بس عشان لازم اكون انا نازلة دلوقتي لازم اكون قبل ما انزل اكون لابسة التانية قبل منها بكام ساعة. فدي من ساعة ما صحيت وانا لابساها، فخليني لابسة دي. فاهمين قصدي ايه؟ يلا بينا عشان حنان. يلا اطلعوا فوق عند حنان وقولوا قولوا لحنان زوزة واقفة تحت، هتقولوا لها ايه؟ ماشي يلا. بصوا هتقعدوا فوق مع شهد، مش هتعملوا دوشة. ماشي، مش هتعملوا ايه؟ اسمها دوشة مش دشوة، دوشة. ايه؟ ماشي، ما تعملوش دوشة، ما تغلسوش على شهد، وخليكم شاطرين واسمعوا الكلام. انس راح الدرس بتاعه، انس قصدي هينام لسه جاي. يلا ما تبصش كده لحسن تقع. يلا اطلعوا بسرعة، يلا قولوا. ماشي يلا، على مهلكم قولوا لحنان يلا. لايك يا اختي، لايك. فضلت قاعدة استنى تحت، استنى دقيقة اتنين تلاتة، اختي لسه ما نزلتش. قعدت ادعي عليها شوية عشان فاقدر ايه، هي اللي متصلة بيا ومنزلاني، وفي الاخر كل ده ما نزلتش. قلت امسك التليفون كده اتصور شوية، اتصورت شوية صور كده، انا مش عارفة وانا كنت بعمل ايه، بس ما علينا يعني. قعدت اتصور ايه شمال ويمين وكده وكده يعني، وكده وبتاع، وشاي بالنعناع. هنا مش عارفة كنت لاوية بوزي ليه، بس افتكرت ان حمو كان مزعلني فلويت بوزي عشان خاطر الصور، بما ان الصور مش واضحه وباينه. بس يلا، يومي بقى ايه زي ما صورته، فحبيت ان انا انزل لكم ايه. يا حنان اللي نازله، حرام عليك يا شيخه، يعني متصله بيا ومنزلاني وفي الاخر انا انزل قبل منك. ها حنان، طرشتي ولا ايه؟ حنان، حنان. ورجعت البيت اوام اوام. كنت عايزه اقول لكم بقى قضيت اليوم كله بره ازاي يا زوز ده. عبال ما طبعا مشينا وقالت لي انا زهقانه ومخنوقه وعايزه اتمشى شويه، عشان خاطر بقى نتمشى. دي خدتني العمريه ولففتني حته حته فيها، ورايح جاي مشي. والله العظيم ما ركبنا اي مواصله، اي وسيله مواصله كده ما ركبناش. اخداني زي القرده ومرجعاني ميته. ساعتها وانا ماشيه قلت يا حنان ان شاء الله ربنا يبارك لك يا اختي، طلعتيني كمان برضو من جو البيت وخليتينا وانا خليتينا اتمشى. وانا راجعه بقى كنت بحاسبن فيها وبدعي عليها عشان كانت رجليا استوت خلاص بصراحه. طبعا كنت اتغديت عندها، فقلت بقى بسرعه ارجع اعمل العشاء لحمو عشان حمو ما كانش اتعشى، عشان حمو ما ايه ما ينكدش عليا هو كمان. فقلت بسرعه ايه، كان عندي حته قطعه لحمه مفرومه كده في الفريزر، فقمت جيت طلعتها وقلت بسرعه اعملها له صوابع كفته جنب طبق سلطه كده وبالعيش وياكلها، والف هنا طبعا وصحه ليه. جبت قطعة المفرومة وحطيتها وبشرت بصلتين وصفيتهم من المية تماما، وحطيت الفلفل الاسمر وحطيت بهارات اللحمة وحطيت فلفل اسمر وحطيت السبع بهارات وحطيت المهم وبابريكا، وحطيت تشكيلة حلوة كده من البهارات، وقعدت اعصق في اللحمة بتاعتي اعصق. وكل نوع بهارات كنت بحطه في اللحمة كنت بضيفه كمان في البطاطس. قطعت كمان بطاطستين وبصلتين وطماطمتين، وكمان اللحمه المفرومه حطيت عليها بقى ايه عودين كزبره وعودين بقدونس وعودين شبت عشان يدوني طعم جميل كده ونكهه حلوه، وتبقى الريحه كمان تبقى بتاعتها حلوه. وبقيت الت واعجن واعجن والت والت واعجن لحد بقى اما ايه
خليتها حلو. طبعا انا ايدي كانت فيها لحمه، عيالي وانا بعمل فيها قالوا لي يا ماما احنا عايزين ناكل كفته كمان مع بابا، بس عايزينها ايه، حاميه شويه. قلت له يا ابني ماشي، ايدي فيها لحمه، هات الشطه وحط حبه شطه. لقيته حط لي بقى وبزياده بزياده، خلى اللي ياكل الكفته يبقى كانت مولعه، وانا عيالي اخدين على الاكل المولع. المهم بقيت اقلب فيها برضو عشان ايه، لما اجي اصبحها تبقى ماسكه نفسها كويس. او حطيت معلقه فيجيتار كده فيها عشان تبقى ماسكه نفسها، وبسم الله ما شاء الله يعني هي كانت ماسكه نفسها وكانت جميله. حطيتهم بقى في طبق تاني، وجيت بقى ايه، البوله اللي فيها البطاطس بالطماطم بالبصل ومع فصين توم، قلبتهم كده اهوت في بعض مع البهارات بالملح. وبعد كده بقى إيه، حطيتهم في القارب بتاعي اللي انا هدخله ايه الفرن. وهصب انا الكفته دلوقتي مع نفسي، وهتشوفوا صوابع الكفته بسم الله ما شاء الله يعني ماسكه نفسها. انا كنت عايزه انجز واخلص بسرعه، لان انا كنت راجعه البيت متاخر، وكمان البيت اللي انتوا شفتوه والله العظيم ما نضفته، بس روقت اوضه حمو قبل اي حاجه، عشان ما ينفعش يرجع ويلاقي الاوضه بالمنظر دوت. هي اوضه حمو بس اللي انا روقتها له، اوضه العيال بصراحه ما روقتهاش. طبعا كان ممكن ان انا اطلع واضحك عليكم واقول لكم ده انا رجعت بدري وكنت ست بيت شاطره وخلصت اللي ورايا وعملت حاجتي، لا. وارد علينا وعلى اي حد طبعا ان هو ممكن يقعد باليوم وباليومين ما بيروقش شقته، ان هو بيطلع بيشيب شقته بالمنظر ده. طبعا انا كانت كل فيديوهاتي معاكم ان انا بقول لكم ما بعرفش اطلع واسيب بيتي بالمنظر ده، بس طبعا يعني حصل ظرف طارئ كده، يا اختي يلا يا زاز يلا يا زازة، فيلا يا زازة. فطلعت وسبت البيت بالمنظر ده. قلت بصراحة مش هيجرى حاجة، يعني مرة من نفسي ان انا اطلع بقى واتمشى كمان شوية. بس فبصراحة كنت طالعة ايه فرحانة ومبسوطة، وطالعة ما شاء الله شبه القرد ماشية في الشارع، وعمالة ادعي لاختي ربنا يبارك لك ان انت خدتيني معاكي، ان انت هتاخديني تمشيني. وانا راجعة بقى كنت بدعي عليها دعاء من اللي قلبكم يحبها بقى عشان خلتني امشي على رجلي وانا مش واخدة على المشي بصراحة، يعني انا رجليا بتوجعني بسرعة، قعدت ادعي عليها. المهم بقى خلصت صينيه الكفته ودخلتها الفرن. كان عندي كيس ملوخيه شحتاه كده من عند امي، شحتاها، ركزوا في كلمه شحتاه، الشحته جميله والله. شحته من عند امي، ماشي العب وادخل. وفضيته بقى في البرطمان عشان انا ما بحبش ايه اكياس تدخل، اكياس تبقى في اكياس كده عندي في الدولاب وخلاص. المهم بقى فضيت الملوخيه الناشفه في البرطمان، عجبتني بصراحه، ولما عجبتني جبتها من عند ماما يعني. بس فبقيت امسح برضو بالفوطه، الم الملوخيه اللي وقعت مني بالفوطه كده، واروح انفضها في الحوض واغسلها وارجع واجي تاني بالفوطه. ما بنزلش اللي وقع مني في الارض عشان الارض كمان عندي ما تتبهدلش. ما انا قلت لكم بقى كنت راجعه متاخره، ولو وقعت الحاجه في الارض هضطر ان انا اكنس الارض، وانا اصلا ما روقتش الشقه وما نضفتش، فمش عايزه ايه ابهدل على نفسي الدنيا اكتر. قلت ما اثناء الصينيه دخلت الفرن اروق وامسح الحته دي مكاني. وكانت الضرفه دولاب المطبخ فيها اكياس مش ما فضيتهاش في البراطيم، قلت افضيها. وغسلت المواعين وكنت الحمد لله واللهم لك الحمد، ويومي عدى بصراحة على كده. بس جيت تاني يوم بقى حاسه ان جسمي كله متكسر زي ما اكون حد عاطيني علقة. اختي بصراحه قالت لي يلا تعالي تاني يوم بقى نتمشى يا زوزة. قلت لها والله ابدا، والله ما طالعه معاكي ولا رايحه في حته تاني، ده انا جسمي كله متكسر جسمي كله متكسر وحاسه ان انا مشلوله، انا مش قادره امشي من كتر المشي اللي انتي مشيتوني. هي واخده على المشي واخده وكده، انا لكن انا اتحرك في البيت، لكن ان انا امشي العمريه رايح جاي وتلففني في العمريه، لا انا مش واخده على الكلام ده خالص، ومش واخده على النظام ده خالص بصراحه. انا كفايه الدعاء اللي انا دعيت عليها بيها. بس فقلت لها مع نفسك يا حبيبتي، انا خلاص ورايا بيت ومسؤوليه، انا مش فاضيه اجي معاكي. بس مسحت الرخامه عندي كده. وكده عملت ايه تاني يا بنتي يا زوزة؟ كده بقى كنت هقدم معاكم بقى القارب. بصوا والله العظيم طلعت طعمها تحفه 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 بصراحه، طعمها جميله. والف هنا طبعا لحمه، كانت عشوه خفيفه كده اتعشى بس منها. وعملت له بقى، كانت حاجه خفيفه كده اكل منها، جميله جميله. مرضتش بقى ان انا اقطع الطماطم واعملها صلصه عشان تبقى، مش عايزاها تبقى عايمه صلصه، لا انا عايزاها تبقى خفيفه كده، هو بحيث ان احنا ان هو يتعشى بيها، فتبقى حاجه خفيفه، تبقى الطماطم متقطعه ايه، زي البطاطس كده بالظبط. بصوا كانت طعمها تحفه وكانت طعمها جميله. بص بقى السلطه كل انواع الخضار حطيتها فيها بصراحه، حطيت فيها كابوتش، حطيت فيها جرجير وكزبره وبقدونس وشبت، حطيت فيها طماطم، حطيت فيها بصل، حطيت فيها خيار، حطيت فيها جزر. كل حاجه من الخضار بتاعه السلطه بصراحه حطيتها فيها. بحب تشكيله الخضار قوي في السلطه الخضار عامه حلو ومغذي ومفيد وكده.
يلا اتمنى النهارده يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش لو عجبكم لايك وشير وكومنتات تشجعونا بيها.